دي الحلقه ال 35 من سلسله غامبل وباس، والحلقه ال 35 بعنوان سندر، او بمعنى اصح لكل واحد قصته. بتبدا الحلقه وبنشوف جامبل ودارون واقفين مستنيين الاتوبيس، والاتوبيس بيجي وبيبقى فيه يطلع 3000 راكب، والسواق بيقول احنا مش في طياره. دارون بيقول له والله يا اسطى وحياه ابوك ركبنا. السواق بيقول جاب سيره الحاج، وبينزل يركبهم كلهم تاني، وبيبقى بسم الله ما شاء الله الاتوبيس مليان جثث. وجامبل بيقول يا شويه ناس كومبارسات معانا في الكرتون خانقين ما بيفيدوناش في اي حاجه في حياتنا. بيقعد يهزق فيهم وبيقول في ريحه جبنه هنا قديمه على ريحه خانه. ودارون بيقول له اهدى هتجرح مشاعرهم، وبيقول له يا عم ما تخافش مشاعري حلوه. ودارون بيقول له توظف مشاعرك، مشاعر الناس مش انت لوحدك اللي عندك افكار ومشاعر، الناس برضو زيك. وجامبل بيرد عليه بيقول له ولا الدنيا دي موجوده بس عشان تشوف حياتي. وفجاه بيعدي واحد من قدام الاتوبيس، السواق بيقف مره واحده، جامبل بيخبط في رجل اللي جنبه، بتقوم روحه طالعه من جسمه وبيقابل دارون. بيقول له ايه ده؟ ودارون بيقول له ده اختبار عشان تعرف ان انت مش لوحدك. وجامبل بيلاحظ ان الناس بقى شكلهم مختلف، ودارون بيكمل كلامه وبيقول له دلوقتي تقدر تعرف حياه الناس التانية. ودارون بيروح للسواق وبيقول نفسي اعرف قصته، وبيشوفوه بيبقى ده واحد من الاقزام السبعه وسندريلا، وبيكون بيعمل لها كل اللي هي عاوزاه، بس سندريلا بتقول له لازم ننفصل، وبيتصدم وبيقول لها بس انا بحبك يا اميرتي، بتقول له يلا لا امشي. جامبل بيقول واه انما قصه بعبره، وبيروح عند الحرامي وبيقول طب ماشي ايه قصه بقى الحرامي ده؟ ودارون بيقول له يلا نشوف. وبنروح عند متحف الاساس وبيكون ده صوبه عنده اسره، وبيكونوا عايشين في نبات وتبات، وبيجي حرامي يسرق جوهره من المتحف، والشرطي بيثبتهم وبيفتكر ان هم اللي سرقوه، وبيودوهم القيس، والظابط بيقول خد لي بصمه الابهام الشمال، وبييجوا ياخدوه يا عيني من اسرته وبيدخلوه السجن، بس بيقدر انه يهرب، وبيقول لازم انا اجيب حق اسرتي حتى لو فيها سرقه. وجامبل بيقول يعني هو بيسرق عشان يتسرق؟ حاجه غريبه بشكل. هم بيقولوا شكلك قربت تفهم يا نص، وبيروحوا للراجل السايح ده، وجامبل بيقول يا ترى ايه قصته، وبنشوفه وبيبقى ان ده اصلا كان راجل رياضي، فهو بيتدرب دماغه بالطب انه يروح يوري جسمه للبت اللي ثبته، بس اول لما بيطلع من البيت المذيع بيقول الطقس النهارده فوق ال100 حاليا، يرجع عدم الخروج من البيت، وبيرجع وهو يا عيني سايح. وجامبل بيقول عرفت ريحه الجبنه القديمه جايه منين، وبيقول يا اسطى انا حاسس ان لكل واحد كتاب له قصه مفتوحه، فعلا انا كنت حاسس ان انا الواحد اللي عندي قصه بس في العالم ده، بس دلوقتي عرفت الحقيقه. وبيرجعوا تاني والراجل بيعدي، ودارون بيقول ايوه كده اعرف بقى ان لكل واحد له حكايته، وراجل الجبنه بيقول حكايته بس بالتقليد. وساره بتقول لهم كنتوا من شويه عمالين تكلموا نفسكم زي العوب، وكنت واقفه ورا عماله اصور، وبتوريهم الفيديو بيبقوا معاتيه، والسواق بيقول انا اصلا مش مهتم بالاميرات، والحرامي بيقول لهم وانا ما كنت صبع ابهام، وجامبل بيغني لهم اغنيه عن التعاطف، وفي الاخر المهرج بيقول له طب وقصتي؟